سلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ مؤخرا كده بدأنا نعمل مع بعض وجبات صحية قليلة السعرات لأصحاب الدايت واللي بيحافظوا على وزنهم وجسمهم من أمراض زي السمنة والسكر وغيره. النهاردة بقى هنعمل صينية سمك الماكريل بطريقة صحية لذيذة جدا وبأقل سعرات ممكنة، مفيدة قوي للحرق لأن الأسماك عموما بتساعد على الحرق. وهنعمل جنبها شوية رز بالخضار كده طعمه يجنن وقليل السعرات. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه بنضف السمك بتاعي كويس واقص طبعا الخياشيم والظهر والديل ونضف قلبه كويس قوي. بعدين بغسله بالخل والليمون واسيبه منقوع فيهم شويه، وده هيخليه ملوش اي ريحه زفاره نهائي. هبدا اشرحه بقى كده بالشكل ده عشان يشرب من التتبيله الرهيبه اللي هنعملها. هنعمل تتبيله كده تحفه، بنحتاج فيها فلفل اخضر واحمر وست فصوص من الثوم. هحط عليهم معالق صغيره من ملح وكمون وفلفل اسود وكزبرة. لو حصى زي دي هنستخدم معلقة كبيرة، وعليهم معلقتين خل وعصرة ليمونة، بصل بودر وبابريكا. ونضرب بقى كل ده كويس قوي في الكبة لحد ما يبقى بالشكل ده كده. هبدأ احشي بيه الفتحات اللي عملناها في السمك. مش قادرة اقول لكم التتبيلة دي قد ايه جميلة وبتنقل السمك في حتة تانية بجد. ريحتها لوحدها اصلا تفتح النفس. ممكن تستخدموها في المقبلات المخللة زي البتنجان المخلل والفلفل والطماطم، بجد روعة. هحشي بطن السمك كمان لحد ما اخلص الكمية كلها، وهسيب شوية كده من التتبيلة على جنب، مش هخلصها كلها. هنزل على السمك كله كده بالسوائل اللي نزلت من الكبة واسيبه بقى في التتبيلة شوية عقبال ما اروح احضر باقي المكونات. قطعت هنا طماطم وفلفل رومي جوانح مع فلفل الوان اصفر واحمر وكمان جزر مبشور. انا بحب ازود الخضروات كده في الصينيه عشان تبقى قيمتها الغذائيه عاليه. معايا كمان بصله قطعتها جوانح ودعكتها بملح وفلفل لحد ما دبلت كده بالشكل ده. وهحتاج كمان مكعبات من الطماطم والفلفل. قبل ما اتبل الخضار شلت حبه كده منهم على جنب عشان الرز، وهقلب باقي الخضار كله في بعض وابدا اتبله بمعالق من الكزبره، الكمون والملح والفلفل الاسود. وهضيف كمان معلقه كبيره من الثوم المفروم ومعلقه خل وكمان عصره ليمونه مع باقي تتبيله الثوم اللي حضرناها. ونقلب بقى كله كده في بعض ويكون بايدينا علشان نقدر نمزج المكونات كلها وننزل ميتها. عايزه الخضار يدبل شويه. هروح بقى افرش طبقه من الخضار تحت السمك، عشان كده شلت السمك من الصينيه وسبت بس التتبيله اللي نزلت منه. هحط عليها الخضار وارجع ارص السمك فوقه بالشكل ده. نحشي بقى بطن السمك بالخضار الجميل بتاعنا، وعلى الوش طبقه كمان من الخضروات الجميله دي. معلقه زيت واحده وهنزل بيها على الوش كده يدوب تدي لمعه ولون حلو للسمك. وكده الصينيه بتاعتنا جاهزه. هندخلها فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 لمده نص ساعه. السمك ما بياخدش وقت خالص وبيستوي بسرعه. ممكن نحطه بعدها 5 دقايق تحت الشوايه ياخد لون. وعلى ما يستوي تعالوا نروح نعمل حبه رز حلوين بطريقه صحيه. في حله على النار نزلت بمعلقتين زيت كبار يسخنوا، وننزل بالخضروات اللي شلناها ونحط التوابل كمان عشان تنزل زيوتها وتدينا ريحة وطعم حلو. ملح، فلفل، كمون، كزبرة وبابريكا. ونقلب كله مع بعض لحد ما الخضار ينزل ميته. ونزلت بعد كده بكوبايتين رز بسمتي مغسول اكتر من مرة، وده عشان ينزل كل النشا. البسمتي طبعا افيد واصح من الرز الابيض بتاعنا. هنشوحه كويس مع الخضروات لحد ما يبدأ يلون كده. ننزل بقى بكوب ونص ماء مغلي لكل كوباية رز. انا هنا استخدمت كوبايتين، يعني 3 كوبايات من الماء المغلي. ولو نقعنا الرز قبلها يبقى هنحتاج كوبايتين بس على قد الرز. هنظبط بقى الملح ونسيبه لما يتشرب. وبعد ما تشرب هوطي عليه النار واسيبه على الشياطة لمدة 20 دقيقة. وقولوا ما شاء الله، صينية سمك بتتكلم عن نفسها. رهيبة بجد وصحية، نقدر ناكل منها براحتنا من غير قلق. طعمها لذيذ جدا، هتدمنوها بعد كده. وطبعا احنا مش مقيدين بمكونات او خضار معين، يعني اللي مش متاح ممكن نستغنى عنه عادي. وتعالوا نشوف السمك من جوه. بصوا مستوي خالص ازاي، كمان واضح جدا انه شارب من التتبيلة باينة فيه خالص. ريحته رهيبة قلبت الدنيا وطعمه يجنن بجد. وده بقى رز الخضروات الخفيف اللي حضرناه.
طعم ولذيذ جدا. نقدر ناخد منه لحد 7 معالق كبار بما يعادل 100 جرام، يعني هتبقى سعراته تقريبا 140 سعر، مع سمكة ماكريل كده ب 350 سعر، يعني تقريبا الوجبة كلها عبارة عن 500 سعر فقط. وجبة صحية لذيذة ومشبعة بسعرات بسيطة قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنزله. اشوفكم على خير في فيديو جديد.